أكثر لاعب تعرض للتنمر من طرف الجمهور المغربي، وأكثر لاعب تعرض للانتقاد والسبان والمعيور من طرف الصحافة والجمهور المغربي. هادشي كله ما خلاش يتنازل على الوطنية ديالو في تمثيل المنتخب المغربي. ابن مدينة فاس العريقة يوسف النصيري. قبل ما نبداو هذا الفيديو، الا كنتي اول مره كتشوف القناه فما عليك الا الدعم بالاشتراك والضغط على زر الاعجاب وتخلي معك شي تعليق باش هكا الفيديو يوصل لبزاف ديال الناس. جول 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 الله يا وصول الله حسن. ماذا قلت لكم يا المغاربة؟ ستنتصرون ستعبرون. واحد يونيو 1997 مدينة فاس العريقة، وبالضبط في أحد أقدم الأحياء ديال المدينة، حي بالخياط. غادي تزاد يوسف وسط عائلة فقيرة، الأم اللي كانت ربة بيت والأب اللي كان عنده محل ديال تبقالت في نفس الحي اللي كبر وترعرع فيه يوسف النصيري. يوسف النصيري كان هو آخر عنقود في العائلة ديالو، أمام أخ وأخت اللي كانوا كبر منه. يوسف غادي يدوز طفولة عادية بين أحياء ديال مدينة فاس العريقة بحالو بحال أي واحد من ولاد الشعب، وبدا حبه للكرة والمداعبة ديالو، وكان واخد الأخ الأكبر ديالو كقدوة في ممارسة كرة القدم. الحي اللي تزاد فيه يوسف كان كيضم واحد من أقدم وأكبر الملاعب شعبية في مدينة فاس، هو ملعب الشعب. هذا ملعب الشعب كانوا كيتنظموا فيه شورنوات ديال رمضان، وكان كل حد كيجيو الدراري الكبار والصغار كيلعبوا فيه كرة القدم. يوسف واحد من أبناء الحي اللي كان كيمشي يمارس كرة القدم في ملعب الشعب. مهارات كروية كانت عالية عند يوسف، زائد طول القامة اللي خلى جميع سكان الحي يتنبؤوا ليه بمشوار كروي كبير. أحد مشاركاته في بطولة ودية بالأحياء ديال مدينة فاس غادي تعزل ضمن واحد الأبناء آخرين باش يمشيو يمثلوا المغرب في بطولة ودية في فرنسا، بطولة اللي بصم فيها يوسف النصيري على مستوى عالي وأداء رائع. وعند العودة ديالو إلى الديار المغربية غادي يعرف اهتمام مؤطري نادي المغرب الفاسي اللي غيطلبوا من يوسف النصيري باش يجي يدوز التيست في الماس. وهادشي اللي كان يوسف كان فرحان بزاف لحقاش هذه كانت اول خطوه في تحقيق الحلم ديالو. غادي يمشي يوسف يدوز التيست في الماس وغادي يتقبل لحقاش كيف قلنا كيتمتع بطول قامه عاليه ومهارات كرويه كبيره. يوسف النصيري غيبدا في الفئات السنيه الصغيره ديال النادي المغرب الفاسي، ولكن بحكم ان ديك الوقيته كان مستقبل لاعب كره القدم مجهول، وكان المسار الكروي ديال اي لاعب ما معروفش الثاني غادي يوصلو ولا شنو غادي يدير بهاد الكره. الشيء اللي غيخلي عائله النصيري طلب منه باش يركز على القرايه فقط، ويخلي الكره شي حاجه اللي ثانويه ويلعبها في اوقات الفراغ ديالو. لكن يوسف وبحبه الكبير للكره غادي يعلن التمرد ديالو على العائله، وغادي يولي هرب من المدرسه باش يمشي يحضر لجميع تدريب المغرب الفاسي. تدرج يوسف النصيري في المغرب الفاسي غادي يستمر الى حدود 2007، السنه اللي غتعرف تاسيس وحده من اعظم الاكاديميات اللي عرفاتها المملكه المغربيه، اللي هي أكاديمية محمد السادس. أكاديمية بمواصفات عالمية، المهمة ديالها هو البحث عن المواهب الكروية في المملكة واحتوائها باش تعاونها في الاحتراف الكروي سواء في البطولة المغربية ولا في أوروبا. أكاديمية بقيادة ناصر لارغيت اللي كان ليه الفضل الكبير في انضمام يوسف النصيري للأكاديمية، بحيث في أحد الرحلات ديالو في ربوع المملكة من أجل البحث عن مواهب جديدة لضمها الأكاديمية غادي يحضر لإحدى مباريات صغار المغرب الفاسي. وهنا غادي يلفت انتباهه واحد الشاب اللي طويل في القامه وكيلعب في محور الدفاع. لمعلوماتكم فيوسف النصيري كان كيلعب في الدفاع، ما كانش كيلعب في الهجوم من بدايه المشوار الكروي ديالو. وغادي يهبط عنده وغادي يطلب منه باش يجي يجتاز الاختبار امام لجنه اكاديميه محمد السادس. يوسف ما قداتو فرحه في ديك الوقيته ومشى كيجري عند العائله ديالو وخبرهم بهذا الخبر السعيد. قدوم يوسف النصيري للاكاديميه غادي يخليه ينسى ديك الكره اللي كان كيلعب في الدرب وفي الحومه وحتى في المغرب الفاسي، لحقاش الاكاديميه كانوا فيها مواصفات عالميه، تجهيزات طبيه، زائد انها كتجمع ما بين جوج ديال الحوايج اللي هي الرياضه والتربيه والتعليم. وكانت السياسه ديال الاكاديميه هي ان اي لاعب كيجي لها صغير كيبقى فيها مده الاسبوع كامل، بحيث انه كيتم تتبع الدراسه ديالو وحتى الكره اللي كيلعب. اكاديميه فيها جوج الحوايج فقط، اي لاعب كيجي ليها كيعرف غير الكره والقرايه. وغادي يبدا يوسف النصيري رحله جديده رفقه الاكاديميه، اكاديميه اللي بصم فيها على مستويات عاليه، اكاديميه اللي غادي يبدا فيها يوسف النصيري مشوار كروي جديد.
رحله من اجل الاحتراف. يوسف النصيري غادي يبصم على اداء عالي ومستويات رائعه مع الاكاديميه وغادي يفوز معهم بعده القاب. سياسه الاكاديميه كانت كتقول انه عند بلوغ 18 سنه فعلا اللاعب خاصو يجيب فريق من اجل الاحتراف، يعني 18 سنه خاصك تقلب على راسك. يوسف النصيري هادشي كان صعيب عليه في البدايه لحقاش كان كيشوف جميع الزملاء ديالو كيمشيو يحترفوا في احد فرق البطوله الوطنيه المحليه. كان نايف اكر اللي كان كيلعب معاه في الاكاديميه وانتقل في سن 18 سنه للنادي الفتح الرباط. يوسف النصيري كان عنده حلم واحد اللي هو الاحتراف خارج الديار المغربيه واللعب في احد الفرق اوروبيه الكبيره، وغادي يتلقى عرض من نادي تشيلسي الانجليزي باش يولي يلعب مع الفريق الرياضي مع الحضور للندن من اجل اجتياز الاختيار. يوسف النصيري كان فرحان بزاف بهذا التيست اللي غيمشي يدوز في لندن، وكانت عنده 3 ايام باش يمشي للعاصمه الانجليزيه من اجل اجتياز الاختيار. الاختبار اللي دوزو يوسف النصيري بنجاح، ولكن هذه الصفقه كتب لها انها تفشل بسبب عدم توصل النادي الانجليزي لاتفاق على المستوى المادي مع الاكاديميه. ورجع يوسف النصيري للمغرب واستمر في التدريب ديالو والعمل تاعو، وهنا بدا كيدخلو الشك، تيقول امتى غتجي النوبه ديالي باش نحترف، امتى غنلقى فرقه باش نلعب فيها. كان كيستمد القوه ديالو من الاخ الاكبر اللي كان كيجي يزورو كل ويكاند وكيقول ليه باللي حنا كاملين وراك ومعاك، غير انت ديها في الخدمه ديالك، ديها في لونطريمون وان شاء الله غادي يكون خير. حتى غتقوم الاكاديميه بعقد شراكه مع نادي مالاغا. نادي مالاغا اللي كان ديك الساعه في طور نمو، كانت عنده واحد الرؤيه انه من هنا 10 سنوات غيولي ينافس على لقب لا ليغ الدوري الاسباني، وكان كيبحث على مواهب من جميع ربوع العالم. وكان المغرب واحد من هاد المحطات اللي كان كيجي لها نادي مالاغا من اجل استقطاب المواهب الشابه. وغادي يقوم بشراكه مع الاكاديميه وغادي يتم اعاره يوسف النصيري لمده سنه مع احقيه الشراء نادي مالاغا، اعاره اللي كانت فقط من اجل تجربه اللاعب ويشوفوا واش غادي يندمج مع المنظومه ديال الفريق وغادي يعطي وغادي ينفعهم. يوسف النصيري استغل هذه الفرصه وكانت اول مره غيمشي يلعب في الديار الاوروبي. النصيري غادي يصنع على موسم رائع رفقه النادي الرديف النادي مالاغا وغادي يحرز معاهم عده اهداف، الشيء اللي غيخلي اداره النادي تشري عقد اللاعب بشكل نهائي. وهنا يوسف النصيري غادي يوقع لاول مره عقد احترافي مع نادي اوروبي، وكان المبلغ ديال الصفقه ما كيتجاوزش انذاك 30,000 اورو، يعني 30 مليون مغربي. يوسف النصيري غيبدا رفقه نادي مالاغا وغادي يضموه رسميا للفريق الاول النادي اللي كيمارس في البطوله الاسبانيه لا ليغ في الدرجه الاولى. كيف كيعرف كل شيء، فاسلوب اللاعب العصري اللي جابه المدرب جوزي مورينيو البرتغالي هو الضغط الكلي ديال الفريق على الخصم، اللي كيبدا من اخر مدافع في الفريق الى راس الحربه اللي هو المهاجم. اسلوب اللي كان كيتقنو يوسف النصيري بشكل رائع. واخا هذا الاسلوب تيخلي يوسف النصيري ما كيماركيش بزاف البيوتها، ولكن كيعاون صحابو 7 و11 باش يمارك، فماشي مشكل انه ما يماركيش الا انه كان المجهود البدني ديالو كيعاون الفريق كامل. هذا الاسلوب مع الاسف ما كانش مدرب نادي مالاغا كيعتمد عليه في ديك الوقيته، الشيء اللي غادي يخلي يوسف النصيري في دكه البدلاء تقريبا الموسم كامل ولعب فقط 4 المباريات. وفي نهايه الموسم غادي يتم تغيير المدرب وغادي يجي المدرب خوان كارلوس اللي كيعتمد على هذا الاسلوب العصري الحديث في اللعب، الشيء اللي غادي يخلي يوسف النصيري يكسب الثقه ديال هذا المدرب ويعتمد عليه في معظم المباريات ديال نادي مالاغا في الدوري الاسباني. 18 مقابله ليوسف النصيري سجل فيها 6 ديال الاهداف. موسم كان رائع اللاعب في البدايات ديالو، لاعب كيمتاز بالثقه في النفس، الطراوه البدنيه، وكانه لاعب ما تلقاش التكوين ديالو في المغرب، كانه تلقى التكوين ديالو في احد المدارس الاوروبيه الكبيره. 2017 السنه اللي غتعرف رسميا المنادات على يوسف النصيري اللائحه الاوليه للمنتخب المغربي. استدعاء لقى انتقاد كبير من طرف الصحافه والجمهور المغربي، كل شيء ما كانش راضي ولا باغي ان هذا اللاعب يجي يلعب مع المنتخب المغربي نظرا للارقام ديالو مع فريقه مالاغا. الا ان المدرب ايرفي رونار غادي يدير الثقه ديالو في يوسف النصيري وغيديه يلعب اقصائيات كاس الافريقيا في 2017 اللي كانت منظمه في الكوت ديفوار. يوسف النصيري غيبصم على اداء متوسط مع المنتخب المغربي وغيحرز على جوج لتكون العوده فيما بعد للديار الاسبانيه رفقه نادي مالاغا اللي غادي يعرف اخر الموسم الهبوط للدرجه الثانيه، الشيء اللي غيخلي يوسف النصيري يبدل الفريق ويمشي للنادي ليغانيس الصاعد حديثا. وهذه غتكون هي الانطلاقه الحقيقيه ديال يوسف النصيري في الدوري الاسباني. انتقاله للنادي ليغانيس غادي يخليه يبصم على موسم جد من رائع، احتل فيه المركز الثالث بترتيب هدافي البطوله انذاك خلف كل من لويس سواريز وليونيل ميسي، وكان متفوق على اسماء كبيره ككريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد. غتجي 2018 وغيتم استدعاء يوسف النصيري رسميا للمنتخب
المنتخب المغربي من اجل خوض غمار تصفيات كاس العالم 2018 روسيا. وغيمشي مع المنتخب لروسيا وغادي يبصم على اداء متوسط كيف العاده، توجوا باعلى ارتقاء في تاريخ كاس العالم انذاك ب 2.89 متر، الهدف اللي كلنا كنعرفوه اللي كان ضد اسبانيا. بالرغم من هذا الاداء فيوسف النصيري كان دائما كيتلقى الانتقادات، دائما كيتلقى السب، المعيور والشتم. كان اللي كيقول لهم مول جوج كوشيات، هل اللي تيقول لهم ما عرفنا واش لاعب مهاجم ولا مدافع، هل اللي تيقول لهم عمرني ما شفت شي واحد عنده جوج العيسريات. كل واحد وشنو كينعش يوسف النصيري، الانتقاد والمعيور والتنمر. لكن الثقه في النفس الكبيره اللي كانت عند يوسف خلاتو يخلي هادشي كامل وراه ويركز فقط على الكره. زائد انه ما خاصناش ننساو، وهذه النقطه كتحسب ليوسف النصيري، هو حبه للمنتخب المغربي. لحقاش رغم جميع الانتقادات اللي كتكون في حقه الا انه دائما ما كان كيلبي نداء اي مدرب كيجي للمنتخب المغربي، واي مدرب كيجي للمنتخب المغربي فيوسف النصيري كتلقاه كاساسي في التشكيله ديالو. لحقاش كيف قلت لكم يوسف النصيري كيمتاز باسلوب اللعب ديال المهاجم العصري اللي كيتمثل بالضغط الكبير على دفاع الخصم. اداؤه في 2018 مع المنتخب المغربي غادي يخلي كبار الانديه في اوروبا باغا تتعاقد مع يوسف النصيري، كارسنال الانجليزي ونادي بروسيا دورتموند الالماني. لكن يوسف النصيري غيقرر يبقى في اسبانيا، وهذه المره غادي يمشي للعاصمه الاندلسيه اشبيليه، وغادي يوقع سنه 2020 عقد لمده 6 سنوات مع نادي اشبيليه الاسباني، اللي بالمناسبه كيلعب فيه المواطن الاخر المغربي ديالو ياسين بونو. وغتكون انطلاقه جديده ورحله جديده مع النادي الاندلسي بصم فيها على هداف الفريق الموسم 2020-2021، وحرز معاهم على دوري المؤتمر الاوروبي وكاس السوبر الاسباني. تالق يوسف النصيري رفقه نادي اشبيليه غادي يخلي المدرب واحد حليلوزيتش كيعتمد على يوسف النصيري مره اخرى كاساسي في صفوف المنتخب الوطني. موسم 2021 غتنوض واحد الضجه في صفوف الجماهير المغربيه على شكون هو المهاجم اكثر احقيه بحمل القميص الوطني المغربي، وغتكون مقارنه شرسه بين عبد الرزاق حمد الله ويوسف النصيري. في المناسبه عبد الرزاق حمد الله كيلعب في الدوري الخليجي، لهذا فلا مجال للمقارنه بين الدوري الخليجي والدوري الاسباني، مقارنات اللي كانت شويه غير منطقيه. يوسف النصيري ما يتسوقش لهذا الشيء كامل، غيبقى يجي للمنتخب الوطني ويلعب عادي. وفي كاس العالم قطر 2022 هنا يوسف النصيري غادي يبصم على اعلى مستوياته رفقه اسود الاطلس. بعد تعيين المدرب وليد الركراكي كمدرب جديد للمنتخب الوطني، الكل كان كيتسنى شكون هي التشكيله اللي غيمشي بها وليد للدفاع على الوان القميص الوطني في قطر. الكل كان كيتسنى واش وليد الركراكي غيعيط على يوسف النصيري ولا على عبد الرزاق حمد الله، الا ان الركراكي خرج في عده منابر اعلاميه كيقول باللي يوسف النصيري الرسميه ديالو لا تناقش وغادي يمشي لكاس العالم بالرغم من انه ما كيلعبش مع الفريق ديالو. هذا الدفاع الشرس لوليد الركراكي على يوسف النصيري خلق ضجه كبيره في صفوف الجماهير المغربيه. كاين اللي كيقول باللي هذا ما كيستاهلش يلعب في المنتخب الوطني ومخلي المهاجم بحال عبد الرزاق حمد الله متالق في الدوري الخليجي وجايبين واحد عنده جوج كوشيات. ولكن مدرب وليد الركراكي كانت عنده رؤيه اخرى اللي ما كانت عند حتى شي واحد. الثقه الكبيره ديال الوليد غيردها ليوسف النصيري من خلال الاداء الكبير ديالو ورفقه اسود الاطلس في كاس العالم قطر 2022، تسجيلوا زوج ديال الاهداف امام كل من كندا والبرتغال. بالمناسبه الهدف ديال البرتغال ديال النصيري كان هو السبب لتاهيلنا لنصف نهائي كاس العالم في قطر، كانجاز تاريخي الاول منتخب عربي افريقي يوصل لهذا الدور. حتى لهنا غتكون سالت الحلقه ديالنا على يوسف النصيري. ما تنساوش تكتبوا لي في التعاليق شكون هو البطل اللي تبغوا يكون الضيف ديال الحلقه الجايه. تهلا.